خدنا الكاميرا بتاعتنا النهارده ونزلنا على ارض الواقع علشان نلتقي بالقاتل الشرس الولد الشقي اللواء احمد كمال المنصوري. في الواقع الامر ان احمد كمال المنصوري اتعمل عليه فيلم في امريكا اسمه كريزي بايلوت ايجيبشن، الطيار المصري المجنون. هم بيقولوا عليه كده، لكن انا من وجهة نظري بشراسته القتالية وشجاعته في ضرب اي خطر عن الوطن، هو وكثير من نسور الجو في هذا الوطن وفي هذا الارض التي حباها الله بكثير من الخيرات. ودايما انا بقول ان نهر الابطال لا يجف ولا ينضب في هذا الوطن. احنا على طريق ربنا سبحانه وتعالى والاذان بيدن، وانا كنت بقول ان النخلات اللي باينه في الخلفيه هي عماتنا كما قال رسولنا عليه الصلاه والسلام. ورا النخلات الرياضي الرئيس حسني مبارك اللي عمل لنا الاسكواش وادخل الاسكواش في مصر وحبب الشباب فيها. اسرائيل بتقول ان المنصوري مجنون. المنصوري مش مجنون، المنصوري بيدافع عن عرضه وبلده وارضه، وهتجنن عليهم تاني وتالت، واذا جم تالت هنقطع لهم ايدهم وايدهم التانيه ورقبتهم كمان. ولازم اسرائيل ما تنساش ان احنا ضربناها على قفاها 11 قلم على سهوه زي بتاعه الصعايده، واحنا ما كناش سهلين وكان لحمنا مر، وكان لازم يعرفوا كده كويس قوي. انور السادات راح لهم في الكنيسه في عقر دارهم وضحك عليهم واداهم ورقه وخدنا ارضنا، قال لهم لاجئين يرجعوا، لو حرب احنا هنحارب، سلام احنا بتوع السلام. ولو ما كناش عملنا كده كان زمان ارضنا لغايه النهارده مش موجوده. الحمد لله الحمد لله 37 سنه عدت واخدين حاجتنا. موسى ديان اكتئب وبيجن اكتئب وبلدة ناير ماتت عشان السادات ضحك عليهم. Egyptian MiG-21s. He's been chasing one for 5 minutes. As the turning MiG bleeds off energy, the chase has been driven lower and lower. All the time, he maneuvered so hard that he lost speed and height. They ended down about 3,000 feet. That crazy Egyptian pilot started doing the craziest thing of all this maneuver, and that's the split S at 3,000 feet. The Egyptian is desperate. He'll attempt a diving reversal called a split S. It's supposed to take 6,500 feet to do this maneuver in a MiG-21. Epstein can't believe
his eyes as the MiG rolls inverted and pulls down. And I didn't go after him because I think it's too low. And I think he will crash. He waits for the fireball. I don't know how, but he went out with clouds of dust. And he thought that's it, he crashed. Split seconds after that, he sees that MiG-21 raising up like a rocket. المنصوري طيار مقاتلات محترف وقاتل أيضا للعدو المحترف ومصاب عمليات حربية وجرح حرب أكتوبر. وأنا الآن في استراحة المحارب ابن النيل والهرم، مصري حتى النخاع، جمال عبد الناصر جدي، وأنور السادات أبي، وحسني مبارك معلمي، ودرة مصر هي أمي. ومختوم بخاتم النسر على قلبي وعلى صدري أعلى أوسمة وناشين القوات المسلحة في مصر. بداية احنا هنتكلم على المصيبة اللي حصلت وألمت بمصر في 67. انا ما بسميهاش كارثة، انا بقول انها كانت مصيبة، والمصيبة دي ادت الى نصر عظيم جدا وعبور كبير جدا لجميع الاشياء اللي كان ممكن نتخطاها. عبرنا حاجز الهزيمة والحاجز النفسي اللي كان موجود عندنا. هم كانوا عصابات صهيونية واحنا كنا 5 دول عربية ب5 جيوش. العصابات الصهيونية غلبت الدول العربية مجتمعة لسبب واحد بس، هم كانوا 1 واحنا كنا 5. لو احنا كنا 1 ما كناش اتغلبنا. ب200 طيارة جات لهم ميراج من فرنسا وحولوا بيها من جبهة إلى أخرى وهزمونا في 6 أيام ووصلوا لغاية قناة السويس واحتلوا الجولان. احنا تمكنا بفضل الله في سنوات الاستنزاف 500 يوم استنزاف ان احنا نستكمل بناء قواتنا المسلحة وان احنا نستجمع شجاعتنا وقوتنا وكل عزيمتنا وولائنا وانتمائنا، وقدرنا ان احنا نغلب منتخب العالم. اليهود جايين من انجلترا وامريكا والمانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا، احنا غلبناهم عبر 100,000 جندي و1000 دبابة و220 طيارة و2000 مدفع في 6 ساعات. جينا لهم في عز الظهر على بركة الله. جالهم الساعة 2 الظهرية، ضربهم العلقة التمام واتقطعت ايدين اسرائيل واتمزقت، لان كان لازم يفهموا ان سماءنا محرقة ومياهنا مغرقة وهذه ارضي انا، وابي ضحى هنا، وابي قال لنا مزقوا اعداءنا. لما نرجع لحرب 67 حصل فيها عدة أشياء. مصر كانت في قمتها، كان في تدريب وكان في عمليات،
لم يحدث ابدا ان الجيش المصري او الطيران المصري اخذ فرصته، وحصلت عده اخطاء احنا كنا نتيجه لها مش سبب فيها. لكن ما ننساش ابدا انه الطيارات بتتضرب الساعه 9 الصبحيه، طيارين نطوا وخدوا الطيارات وطلعوا وضربوا طيارات ونزلوا، المطار مضروب ومليان قنابل ومات واستشهد. ما ننساش ابدا نبيل شكري شيخ المقاتلين المصريين، طيار طلع لقى طيار تاني راكب في الطياره مكانه، فهو عايز يطلع، حط الطبنجه في زميله في دماغ زميله تميم فهمي وخد منه الطياره وطلع ضرب طياره ميراج ونزل. اللي حصل في 67 بعد شهر بالظبط بدات الروح تدب، والجثه الهامده اللي قال عليها موسى ديان قال لك قدام الجيش المصري 50 إلى 70 سنه علشان يعرف يتحرك. اول ضربه جت في 14 و15 يوليو، الفريق الطيار اللي اعاد للقوات الجويه مجدها جمع شمل قواته، والاسد اللي كان بيلعق جراحه جوه العرين طلع في ضربه جويه افقدت العدو اتزانه بمقاتلاتنا القاذفه على ضفاف القناه، وفهمتهم من العمليه انهم مش جايين في نزهه زي ما كانوا متخيلين. توالت الشبكات والمعارك والضرب 500 يوم. يوم 24 اكتوبر ده يوم خالد ويوم له ذكرى كبيره عندي. في هذا اليوم اتجوزت، وفي هذا اليوم حصلت اول معركه جويه واتضربت فيها اسرائيل علقه جامده جدا واتهزقوا واتمسح بيهم الارض. 4 طيارات ميراج اتضربوا في كمين من اللواء 102 اللي قائده شيخ المقاتلين اللواء طليبه، ومعاه رضا العراقي ومعاه مدحت زكي ومعاه علي ماسك ومعاه فوزي سلامه ورجاله مصر اللي لو في منهم 50 واحد كان اسرائيل مشيت، وكان اسرائيل عرفت كويس قوي ان المصريين لحمهم مر وما يتاكلوش ابدا، واذا كانوا اعتقدوا ان هم كالونا في 67 فاحنا وقفنا لهم في زورهم. جمال عبد الناصر استدعى السوفييت باطقم صواريخ والطيارين في محاوله لتثبيت اليهود عقبال ما يكتمل البناء ويكتمل حائط الصد من الصواريخ المصريه اللي هي تدافع عن مصر. كان يريد ان تظل الجبهه المصريه مكشوفه لكي يستطيع بتفوقه الجوي ان يحدد مجال حركتها. ان العدو يقوم بغارات كل يوم من 20 الى 150 غارة. ان العدو في بعض الايام يلقي 1000 طن من القنابل، ما يساوي 1,000,000 جنيه استرليني ثمنا لما يلقى على الجبهة من المتفجرات. وكان اعترافه اخيرا. وبدأت طائرات الفانتوم الامريكية تتساقط على اراضينا. وبدأ طيار الفانتوم الصفوة المنتقاة من القوة العسكرية الإسرائيلية العدوانية يقعون أسرى في أيدي رجالنا. بدأت تساقط الطائرات الفانتوم من الصواريخ المصرية وكذلك من الطائرات المصرية. أذكر هنا الشهيد الطيار أحمد عاطف. الرئيس حسني مبارك كان قائد القوات الجوية وأطلق عليه اسم كان معروف بيه جدا، لأن حسني مبارك كان يعرفنا كلنا بالاسم وبالواحد لقلة عددنا. كنا 100 طيار ووصلنا ل 400 طيار بعون الله في 9 دفع ب 400 طيار عملهم في وقت قياسي. عمل ايه يا احمد عاطف؟ احمد عاطف اسمه FFK يعني فيرست فانتوم كيلر، يعني اول قاتل للطائرة الفانتوم، في اسقاط اول طائرة فانتوم على الجبهة المصرية سنة 70 لما امريكا ادت لهم اخر ما في الترسانة العسكرية الامريكية من تكنولوجيا اسمها الشبح. واحنا عندنا قتلة الاشباح الفانتوم كيلرز اللي انا هقول عليهم دلوقتي او هنوع على جزء منهم، لان انا بقول على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر. لا انسى الطيار ضياء بدر لما ضرب طيارة فانتوم في وجود قائد القوات الجوية فوق قلعة المنصورة الجوية وتم أسر طياريها. الطيار رضا صقر نفس العملية وتم أسر الطيار فوق قاعدة المنصورة الجوية. لا أنسى مصطفى جامع الطيار الفز اللي ضرب طيارة ميراج فوق المنصورة ونزلت في قرية ميت العز وجابوه الفلاحين ووصلوه وشربوه سمنة
بلدي علشان يعرف يتكلم، لانه كان نازل مش قادر يعمل اي حاجه ولا يتصرف ولا يقف على رجليه، وغيرهم. ما ننساش الطيار احمد شفيق وزير الطيران المدني الان. النجاح مش وليد الصدفه. النهارده مصر عندها اكبر مطار محوري في الشرق الاوسط بطيار كان قائد القوات الجويه وكان زميلنا، واول طيار خد الطيار الشهيد مصطفى جامع، وطلعوا على الجبهه وضربوا اول طيارات سكاي هوك دخلتها اسرائيل عشان تضرب الجيش الثالث، تضرب قواتنا، وقطعوا يدين اسرائيل وبطلوهم ان يجوا تاني عندنا في هذه المنطقه. وجي روجرز في مبادرته اللي قال لنا فيها انتوا جثه هامده وفي الثلاجه في الفريزر، لازم انتوا مهزومين، لازم تقبلوا الشروط ولا تملوا الشروط، والمهزوم تملى عليه الشروط. اتفقت القوتين الاعظم علينا السوفييت والامريكان على ان الموضوع قضيه الشرق الاوسط تجمد لصالح الدولتين الاعظم. لكن طبعا احنا كنا بنبني وكنا بنشتغل في صمت وبنشتغل في صبر وقاعدين وساكتين على اي حاجه. انا في يوم من الايام كنت اخشى ان انا افتح الشباك، جاري كان لما افتح الشباك يبص لي، فكنت اخشى انه يبص لي. في يوم من الايام بعد ما الحاجات دي بقت تنزل في الجرايد والاعلام والميديا ينزلوها، الراجل قال لي افتح الشباك وارفع راسك يا اخي. دخلنا على بعد كده على معركه شهيره وفريده بظروفها، وتعتبر اطول معركه جويه جرت ما بعد 67 حتى 73. معركه ال 13 دقيقه. اي معركه جويه بتستمر من دقيقتين الى 3، لكن المعركه دي بعون الله استمرت 13 دقيقه. شرفت انا وزميلي الطيار الشهيد حسن لطفي بطائرتين ميج 21 ب 400 طلقه واربع صواريخ وطياره ما بتطيرش ازيد من نص ساعه بتكنولوجيا متخلفه وعتيقه من السوفييت، ان احنا نتمكن من الدخول في معركه غير متكافئه نهائيا مع 6 طائرات فانتوم. كل طياره فيها 2 يعني 12 طيار ب 24 عين و12 مخ و3600 ما يقارب 4000 طلقه و36 صاروخ، وطياره بتطير من 3 الى 3 ساعات ونص. دخلنا وبعون الله في اول 30 ثانيه تمكنا من القضاء على اول طياره فيهم، وبعون الله بعد نفاذ الوقود والمعركه الطويله الشهيره اللي احنا اشتركنا فيها دي، تمكنت من الهبوط بالطائره الميج 21 سليما على الارض على طريق الزعفرانه حلوان على بعد 50 متر من شاطئ البحر عند العين السخنه، لان انا حلفت قدام السيد رئيس الجمهوريه جمال عبد الناصر لما بتخرج وكنت طيار ان سلاحي لا اطرقه قط حتى اذوق الموت. بعد كده دخلنا على مرحله الضربه الجويه الاولى اللي خطط ليها العبقري حسني مبارك ونفذها ايضا ب 220 طياره. الساعه 2 الظهريه عبرنا قناه السويس في صف واحد من 2 ل 2 و5، لان قبل كده الصواريخ هتضربك وبعد كده الصواريخ هتضربك، لان تم تقييد الصواريخ والمدفعيه عشان نخش ونحقق الضربه الجويه اللي من اجلها قعدنا نعمل الافتتاحيه بتاع حرب النصر بالقوات الجويه. بتبدا الحرب بالافتتاحيه وهي اللي بتبقى في الاول، وبتنتهي بصنع الله الجندي المشاة اللي بيخش يحتل الارض وياخد الارض ويحرر الارض زي ما قلنا. اللي حصل في هذه الحرب وفي هذه الضربه ان كان مقدر لينا من السوفييت وللقاده العسكريين بتوعنا ان احنا هنفقد 50 الى 60% من قواتنا. يعني الجيش المصري اللي معدي ده نصه هيغرق في القناه او هيتحرق بالنابالم. الطيارات ال 220 طياره اللي عدت المفروض نصهم ما يرجعش، وكنا موافقين وماضيين على كده وجاهزين لهذه التضحيه. المهم ان احنا نغسل عارنا ونحرر ارضنا ونسترد اللي اتاخد مننا ونحسن صوره مصر ونوضح صوره مصر قدام العالم بالكامل.